كان المختصين بيفتكروا إن اضطراب الشخصية الحدية في الحد، يعني في الوسط ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، لكن في الوقت الحالي بقينا نعرف ما فيه الكفاية عن اضطراب الشخصية الحدية. اضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب نفسي بيأثر على طريقة التعامل مع الغير ومع النفس. فلو بتعاني من الاضطراب ده هتحس إن في حاجة غلط فيك، هتحس إنك معيوب أو ملكش قيمة، وحالتك المزاجية هتكون متطرفة وتتغير على طول، وهتلاقي صعوبة في التحكم في نزواتك ورغباتك، وكمان ممكن ما تثقش في حد وتبقى خايف جدا من الهجر والوحدة. اضطراب الشخصية الحدية بيتكون من 5 مجموعات من الأعراض: السلوك الغير المستقر، والمشاعر المضطربة، والعلاقات الغير مستقرة، وعدم الإحساس بالهوية، ومشاكل الوعي. 1. السلوك الغير مستقر معناه إنك غالبا عندك نزوات ورغبات بتنفذها حتى لو أذتك أو أذت الغير. النزوات زي التفكير والمحاولة في الانتحار، أو تأذي نفسك عن قصد زي جرح نفسك أو حرق جسمك، أو السلوكيات الخطر زي التبذير أو الأكل بشراهة أو تعاطي الخمور والمخدرات. 2. المشاعر المضطربة معناها إن حالتك الانفعالية متطرفة وبتتغير من حالة لحالة في لحظتها، وأمثلة لده الاكتئاب الحاد أو القلق أو الاستثارة الانفعالية اللي ممكن تفضل ساعات أو أيام، أو غضب شديد وصعوبة في التحكم فيه، أو ملل لا يطاق. 3. العلاقات الغير مستقرة معناها إنك هتقابل وقت صعب في الحفاظ على العلاقات مع الغير، وأمثلة لده إنك تعمل أي حاجة عشان تتجنب إن الغير يهجرك أو يسيبك، أو علاقات حادة بتتنقل فيها من إن الغير وحشين كلهم أو كويسين كلهم. على سبيل المثال إنك فجأة تكره حد كنت بتحبه لمجرد إنه ضايقك شوية صغيرين. 4. عدم الإحساس بالهوية معناه إنك ما عندكش إحساس كويس بهويتك كشخص، زي إنك تحس إنك مش عارف نفسك أو تحس إنك فاضي من جوه. 5. مشاكل الوعي معناها إنك من وقت للتاني في استجابة لمواقف الضغطة دي بتحس مشاعر وأحاسيس مش موجودة في الحقيقة، زي الهلاوس والضلالات، أو الإحساس بإن عقلك وجسمك منفصلين عن بعض، أو إنك عندك شخصيتين مختلفتين بيتحكموا في سلوك. وفي مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأعراض، علشان كده بتختلف الأعراض من واحد ليه، وعلشان نعرف نشخص الاضطراب بندور على أنماط السلوك اللي بتفضل لفترة طويلة وبتسبب مشكلات في العلاقات أو أي ناحية تانية من الحياة زي الشغل. الاضطراب ده بيأثر على مين؟ حوالي 1% أو 2% من الناس بيجيلهم اضطراب الشخصية الحادة، وغالبا بيتشخص في المراهقة أو الشباب، على الرغم من إنه ممكن يتشخص في مراحل تانية من الحياة. وهو اضطراب بيأثر على الستات أكتر من الرجال. 1. أفراد الأسرة الواحد بيكون عنده 5 مرات عرضة أكتر إنه يجيله الاضطراب ده لو حد من قرايبه كان عنده الاضطراب ده، أو إدمان المخدرات أو الخمور، أو اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. 2. صدمات الطفولة الإساءة أو الإهمال أو المواقف المؤلمة في الطفولة بتزيد احتمال التعرض للاضطراب ده. 3. السن اضطراب الشخصية الحادية غالبا بيتشخص في بداية العشرينات، وهو العمر اللي بيكون فيه أعلى معدل للانتحار. 4. الاضطرابات النفسية التانية أغلب المصابين باضطراب الشخصية الحادية عندهم اضطرابات تانية، وعلشان كده بيكون تشخيص الاضطراب ده صعب. استنونا في فيديو جديد هنكمل الكلام عن اضطراب الشخصية الحادية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك.